إسلام من الإسكندرية، راجل بسيط. إيه اللي حصل بقى الإسلام مع مراته؟ اللي حصل حاجات كتير قوي لا يمكن تتخيلوها. خليكوا معايا وهتسمعوا للآخر. إسلام حب واحدة جارته اسمها سعاد، وقرر ان هو يروح يتقدم لها. اول ما راح يتقدم لها ما كانش يعرف ان سعاد عندها عيلة شيطانية. كان عندها ام صعبة جدا، ام بتفكر بكل الطرق المقرفة. هي طبعا اول ما شافت اسلام راحت قالت لبنتها اتجوزيه، ده طيب وعلى نياته، ده لا ولا بيهش ولا بينش، هتعملي كل اللي بالك فيه وكل اللي انت عايزاه، وهو زي الهطل مش هيعمل حاجة. وهو الراجل مش هطل، الراجل طيب ومحترم، بس في الزمن ده الطيب والمحترم ملهمش مكان. وبنتها ما كانتش موافقة عليه، اقنعتها بكل الطرق. قالت لها بقولك ايه، انت هتبقي الاسم متجوزة ولكن الامر امرك والشورى شورتك. والحاجة الوحيدة اللي خلت سعاد توافق على الجوازة دي ان هو قال لها انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه، هجيب لك شقة في المكان اللي انت عايزاه، هجيب لك الشبكة اللي انت عايزاها. فالمواضيع دي كلها بقى مع ان هو كان بيبين لها الحب الشديد، اغرت سعاد واتجوزها وخلفوا بنت. بس بيني البنت طالعة لأمها، كانت على طول متمردة ومش عاجبها الحال، مع ان الراجل كان بيعاملها احسن معاملة. دايما شايفة نفسها انها احسن منه واعلى منه، وامها هي اللي ممشياها، اعملي كذا وسوي كذا، وهي اللي بتديرها. وهو طبعا علشان ضعف شخصيته كل حاجة تقولها له حاضر حاضر، بس اهم حاجة ان انتي تبقي راضية، اهم حاجة ان انتي ما تسيبينيش. في يوم من الايام رجع البيت ما لقاهاش في البيت هي ولا البنت. راح متصل بيها، قالت له عند امي. قال لها ماشي، يعني انتوا هترجعوا الساعه كام؟ قال لها لا لا لا، ما تنتظرش جيتنا، احنا هنقعد كام يوم كده غير جو، انا قرفانه من شكلك. وكانت بتكلمه بابشع الاسلوب. طبعا في اللحظه دي بقى يقول لها يرضيكي يهديكي، انا اعمل لك اللي انت عايزاه، افرش لك الارض ورد. تقول له بقول لك ايه، ما تتصلش تاني، انا مش عايزه اسمع صوتك. كلم حماته، راحت حماته برضو بكل غطرسه راحت قالت له ايه، بقول لك ايه، انت مش اتب فوق ظهرها، سيبها بقى يومين تهوى عن نفسها، سيبها كده، بنتي نفسيتها تعبانه. وكانوا بيكلموه بكل جبروت. بعدها بيومين ثلاثه قال يمكن نفسيتها تعبانه، اسيبها تغير جو عند امها. راح لها، يا بنتي ارجعي، بقول لك ايه مش راجعه. ليه؟ زهقت من عيشتك السودة. طب يا بنتي، طب ايه اللي مزهقك من العيشة وانا اعملهولك؟ تتكلم بقى بكل نمرضة وبكل جبروت. قالت له بقول لك ايه، امشي، انا مش عايز اشوف وشك. الراجل بعد يهديكي ويرضيكي راح مشي ورجع بيته، وبقى يضربها اخماس في اسداس. وانا عملت ايه وانا سويت ايه؟ طب زعلتها في ايه؟ قلت قال ايه؟ طب بقول انا سيبها كمان يومين، يمكن ايه، يمكن تكون مثلا متضايقه ولا زعلتها كده من غير ما اخد بالي. شوية كده ولقى الباب بيخبط، فتح الباب لقى حماته. ومن هنا بقى بدأت القصة. خلوكوا معايا لحد الآخر عشان تشوفوا البلاوي اللي حصلت. ولو كنتوا معايا ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والتعليق الحلو، وانا بحب اسمع ارائكم في كل موضوع بحكيه وفي كل واقعة بنحكيها. ويلا بينا نفتح دكان الحكايات. الراجل رحب بحماته، واهلا وسهلا يا حماتي واتفضلي يا حماتي. وبعدين راح قال لها طب ما جبتهاش معاكي ليه، ما جبتيش سعاد معاكي ليه؟ راحت قالت له بقول لك انا ماليش دعوه بالخناقه اللي بينكم ولا الكلام ده، انا جايه اكلمك في موضوع يخصني انا. راحت اديت له المفاجاه اللي هي قالت له انا حامل. قال لها حامل؟ حامل ازاي يا حماتي، انت مش متجوزه وحمايه مات من زمان. قالت له لا، اوعى تفهمني غلط، انا متجوزه بس متجوزه عرفي. الراجل رد عليها قال لها طب ايه السبب ان انت اتجوزتي عرفي، ما كنت اتجوزتي قدام الناس كلها؟ قالت له عشان المعاش. قال لها طب اتجوزتي مين؟ قالت له اتجوزت عم ابراهيم. قال لها مين عم ابراهيم، انا ما اعرفوش. قالت له انت ما تعرفوش.
الله، طب ماشي، ايه المشكله في الموضوع ده؟ يعني المشكله جايه منين؟ انت حامل ومتجوزه، خلاص نروح للراجل ونقول له ان انت حامل وخلاص، ما كده هيعترف بابنه. قال لها لا، اصل هو مش عاوز يعترف بابنه. قال لها يعني ايه مش عايز يعترف بابنه؟ قال لا مش عايز يعترف، مش عايز يكتبه باسمه. الحل الوحيد ان انا بعد ما اولد اكتب العيل باسمك وباسم سعاد. قال لها نعم، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده تزوير وغلط وحرمانية في الشرع. قالت له بقول لك ايه، عايز حياة بنتي تكمل معاك اقبل. وراحت سايباه وماشية. الراجل بعد ما مشيت بقى خلاص هيموت، انه هيخسر مراته اللي بيحبها وبيعشقها عشق السنين. طب يعمل ايه؟ طب يخالف الشرع والدين والدنيا ويكتب الواد ده باسمه؟ ما بقاش عارف يعمل ايه. فبعد يومين كده وهو ماشي في الشارع اتفاجئ بمراته وحماته وراجل ماشي معاهم. فقال ايه، اكيد ده هو ده اللي ابراهيم اللي كانت متجوزاه، اروح اتكلم معاه واخد ودي مع الراجل، يمكن يقبل ان هو ايه يكتب الواد باسمه. فمش قادره اقول لكم البجاحه، يعني البجاحه هي عدت المراحل بتاعه البجاحه. لقى حماته بتعرفه، بيقول لها مش تعرفينا على الراجل اللي ماشي معاهم. فرأى حماته بتعرف الراجل ده، بتقول له اسلام طليق بنتي. الله، طليق ايه؟ دي مراتي وعلى ذمتي، طليق ازاي يعني؟ فاتفاجئ ان الراجل اللي واقف ده بيقول له جوزها مين؟ ده انا اللي جوزها. راح الراجل بيقول له اه انا عارف ان انت جوز حماتي، انا فاهم. قال له جوز حماتك مين؟ انا جوز سعاد دي اللي واقفه قدامك. رد سعاد وراحت قالت له ايه، جوزي ده، ده جوزي. قال لها جوزك؟ يعني ايه جوزك؟ انت مش مراتي؟ يعني انت رفعتي قضيه خلع من ورايا واتطلقتي وانا ما اعرفش؟ قالت له لا، ما رفعتش قضيه خلع وده جوزي. يعني انا عمري ما شفت بجاحه وجراءه بالشكل ده يا جماعه. هو بقى عايز يجيب الشرطه في ساعتها ويعمل اثبات حاله والكلام. طبعا هو طيب وعلى نيته وبتاع، راحوا قايلين له كلمتين وجريوا من وراه وراحوا راكبين عربيه وماشيين. معرفش يعمل حاجه في اللحظه دي، وراح طالع على الشرطه قال لهم اللي حصل كله. وقال للضابط بتاع الشرطه انا مراتي اتجوزت عليا. الضابط بقى يقول له ازاي يعني اتجوزت عليك؟ ما انا مش فاهم. قال له مراتي اتجوزت عليا، وحكى له اللي حصل. ضابط الشرطه بقى مش عارف اصلا يعمل ايه. قال له طب انت معاك ورقه تدل ان هي اتجوزت عليك؟ قال له لا، بس اعمل لي محضر. قال له ماشي، طب ايه اسم المحضر اللي انت عايز تعمله؟ قال له عايز اعمل محضر تعدد ازواج. ومشي وروح. راح الاول عند بيتهم قعد يخبط، محدش فتح له. راح مروح بيته. بعدها بيوم اتصل بيها عشان يقول لها ان هو عمل محضر. وفوجئ ان واحد غريب بيرد عليه على التليفون. فبيقول له انت مين؟ قال له انا ابراهيم جوز امها. عايز ايه؟ بنفس الطريقه كده. قال له اديني سعاد. قال له سعاد مش فاضيه. قال له مش فاضيه ازاي يعني؟ قول لها جوزها عايز يكلمها. قال له بقول لك ايه، هي مش قالت لك انت مش جوزها؟ هي نايمه على السرير قدامي اهو ومش فاضيالك، ما تسيبنا في حالنا بقى. الراجل جاله حاله صدمه. وبعدين الراجل بيقول له طب ازاي يعني ازاي هي معاك على السرير؟ انا مش فاهم. قال له مالكش فيه، مالكش فيه، دي حاجه بيني وبينها. قال له طب حماتي فين؟ قال له حماتك بعتها مع البت كده مشوار تفسح البت شويه وبعد كده ترجع. قال له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال له بقول كده واللي عندك اعمله واعلى مفخلك اركبه. راح طلع على الشرطه تاني مع نفس الضابط بصراحه زهق منه. قال له اعمل لي محضر تاني. قال له اعمل لك محضر ايه تاني؟ انت مش عملت محضر؟ قال له اعمل لي محضر زنا، اصل انا اتصلت والراجل قال لي وعد لي قال له يعني معاك ما يثبت؟ قال له معيش حاجه ما يثبت، بس هو قال لي كذا كذا كذا. راح الضابط اخر ما زهق منه قال له طب بقول لك ايه، اتصل بيه بالتليفون كده وافتح السبيكر. جاي يتصل بيه قال له بقول لك انا مش قلت لك ما تتصلش هنا تاني؟ قال له يا عم الحاج دي مراتي، ازاي يعني مراتي تبقى معاك على سرير واحد؟ قال له يا عم مراتك وبتحبني ومعايا على سرير واحد. كل الكلام ده ايه والسبيكر مفتوح قدام الضابط. فالضابط رأف بحاله وعمل له محضر زنا. بعدها بيومين لما حماته عرفت بالمحاضر جات له البيت. وبعد كده راحت قالت له في ايه يا اسلام، هو احنا ما نهزرش معاك؟ قال لها تهزروا ازاي؟ قال لها يعني احنا بنهزر معاك، البت كده عايزاك ان انت تغير عليها
قال لها ازاي يعني؟ ده انت قلتوا وقفتوا في الشارع وتقولوا لي ده جوزها، والراجل التاني كلمني في التليفون ويقول لي ده انا معايا في سرير واحد. قالت له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده كله ده احنا بنشتغلك، بنهزر معاك يا اسلام. قالت له ايه الهبل اللي انت بتقوله ده ساعة ما كان بيكلمك انا كنت قاعدة جنبه، بس احنا كنا بنقول كده بس عشان نرحنشك شوية، نخليك تغير على البيت. وراحت رد عليه قالت له ايه في ايه يا اسلام، هي سعاد ما وحشتكش؟ مش عايز تيجي تاخدها بقى؟ طبعا انا قلت لكم ان هو غلبان جدا، فما صدق ان مراته هترجع له. قالت له طب والمحاضر اللي انت عاملها؟ قال لها يا ست خليها تيجي وانا هروح اتنازل عن المحاضر. قال لها طب خلاص هاتيها البيت. قالت له لا 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 ما ينفعش، انت لازم تيجي تاخدها من عند بيتنا. راح علشان ياخدها من عند بيتهم لقى مراته قاعده بتعاتبه، ايه اللي انت عملته ده؟ انت عملت محاضر فيا، انت مالكش امان، ولا اكنها اصلا عملت حاجه. قال لها يعني هتروحي معايا؟ انت الحب كله. قالت له طبعا هروح معاك، هروح معاك طبعا، بس انا مزعلني بس ان انت رحت عملت محاضر وشكيت فيا. وطبعا بقى بما ان هو يعني خلاص عدى المراحل بتاعه الطيبه فنقول اهطل، قال لها يلا طب يلا عشان نروح على بيتنا. ورجعت معاه وحلفت ما يلمسها الا لما يروح يتنازل عن المحاضر. وراح بالفعل اتنازل عن المحاضر. لما راح عشان يتنازل كان برضه قدام نفس الضابط، واخد مراته في ايده وقعد يقول له انا عايزه اتنازل. قال له تتنازل ازاي يعني؟ تتنازل بعد اللي سمعتهولي في التليفون؟ قال له لا هتنقص ده. اول ما خرجوا من القسم جاي يمسك ايديها عشان يروحوا، راحت ناطره ايديه وراحت قايله له انت فاكرني هروح معاك؟ وانت فاكرني هامن لك بعد كده؟ قال لها في ايه في ايه؟ قالت له بلا هبل بلا عبط، انت بتعمل كده ورحت رفعت عليا محاضر وعايزني اعمل لك؟ ده انا بعت البت تاخد، بعت امي تاخد البت. وراحت سايباه وماشيه. يرجع تاني للظابط يقول له لا انا مش عايزه اتنازل عن المحاضر، انا عايزه ارجع المحاضر تاني. قال له لا خلاص انت اتنازلت عن المحاضر، الموضوع انتهى، هي لعبه. قال له ايه الموضوع؟ قال له اول ما خرجنا بره راحت نطره ايدي وقالت لي غرفه داهيه وكلام من ده. راح خل عصب الظابط عليه وقال له يا عم طلقها طلقها، ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ وقعد في يوم من الايام في الشغل عنده، فواحد صاحبه بيقول له مالك، هو انت راكبك الهم على طول كده؟ فحكى له بقى الاحداث كلها اللي حصلت. قال له كل الاحداث دي وانت صابر وساكت على ايه يعني؟ طب طلقها غورها في داهيه. قال له عشان البنت. قال له بنت مين؟ بنت مين؟ ده انت لو تعرف تاخد بنتك من المكان الموبوء ده وتربيها انت اعمل كده. صاحبه بقى فضل يشتمه ويهزقه ويقول له انت مش راجل، انت ايه؟ يقول له انا بحبها. قال له حبك بورس، ايه اللي بتحبها ده؟ بتحبها بعد كل اللي هي البلاوي اللي عملتها دي؟ بعد بقى لما قعد يكلمه كده ويحرك الرجولة جواه، قال له طب خلاص انا ممكن ان انا اسيبها بس في حالة واحدة، انا عايز بنتي. بس هاخد بنتي ازاي؟ انا عايز اثبات. الضابط قال لي مش هعمل لك المحاضر دي تاني اللي اتنازلت عنها الا باثبات. قال له واللي يجيب لك اثبات؟ قال له بجد تعرف تجيب لي اثبات؟ قال له سيبني كده وانا هشوف لك المواضيع دي ماشيه ازاي. قال له بس بص الموضوع ده هيكلف يعني ايه حوالي 3000 جنيه، معاك ال 3000 جنيه؟ قال له معايا جاهزين. قال له خلاص عشان الموضوع بس هيحتاج مصاريف. وجاب واحد وقال له بقول لك ايه، انا هديك فلوس وتفضل لازق في الست دي وراها كده، تجيب لي كل الخطوات بتاعتها بتروح فين وبتيجي منين وبتعمل ايه. قال له ماشي. وبعد ما عدى اسبوع ماشي وراها، قال له ان يوميا في مكان بتروحه شقة بتطلعها بتقعد فيها ساعتين او 3 وبتقوم نازلة يوميا. طبعا هم مش عارفين اسم الراجل اللي هو معاه. فصاحبه ده طلع للناس اللي في الدور الاول قال لهم انا في مشكلة بيني وبين الراجل اللي في الدور الثالث، كنت عايز اعرف اسمه. راحت الجيران ردوا عليه قالوا له الراجل ده مأجر جديد هو ومراته، وبيجوا كده بس يعني ايه هم عشان قالت ان والدتها تعبانة فبيروحوا يقعدوا عند والدتها وبيجوا كده يقعدوا ساعتين في البيت ويمشوا. قال لها ازاي اللي انتوا بتقولوه دي مرات صاحبي،
وقالت له ازاي يعني انت جاي عايز تعمل مشكله للراجل؟ انت قلت في الاول ان انت في بينك وبينه مشاكل، احنا مش مصدقينك. راح قال لهم طب خلاص ايه، استنوني ساعه اما اجي. راح جاب اسلام وقسيمه الجواز، وقال له اهي قسيمه الجواز اهي وعليها صورتها. قال له اه دي فعلا هي دي اللي بتطلع. قال له بص ده جوزها، هو ده اللي بيطلع فوق. قال لا مش هو ده. ففهموا بقى الليله ماشيه ازاي. فطبعا دخلوا وقعدوا يتكلموا. فقال له لو سمحت انتوا ممكن تساعدونا، لان انا ايه عايزه اشيل بنتي من المستنقع ده ومش عارفه اثبت عليها حاجه. قال له طب نساعدك ازاي؟ قال له بس هم اول ما يجوا تتصلوا بينا بالتليفون. قال له خلاص طالما انت جوزها وعلى حق هنكلمك اول ما يجوا. وبعدين لسه مروحين ما بقالهمش 3 ساعات لقوا التليفون جاي لهم، الست بتقول لهم الراجل جه ومعاه مراتك فوق. راح لضابط الشرطه قال له اللي حصل 1 2 3 وانا عايزه دلوقتي اثبت جريمه زنا. قال له ما انت جيت لي وعملت لي واتنازلت. قال له لا بس انا دلوقتي هثبت متلبسين. قال له انا عرفت الشقه اللي هم بيتقابلوا فيها وهم دلوقتي موجودين، وساعدني يا باشا وتعالى معايا. الضابط اصلا الموضوع كان مستفزه اكتر من الراجل، وفعلا الضابط طلع معاه وطلعوا عملوا حمله وفسخوا الباب عليهم ودخلوا، وفعلا كانوا في حاله زنا. فالراجل بقى من بجاحته اللي هو مع سعاد قعد يزعق ويقول له انتوا ازاي تخشوا عليا الدخله دي، انا جوزها. قال له جوزها مين؟ امال اللي واقف قدامنا ده مين؟ راح مطلع له ورقه عرفي. بقى يقول له الضابط ايه الهبل اللي انت بتقوله ده جوزها رسمي اهو واقف قدامك. قال له لا انا معرفش ان هي متجوزه. راحت هي تقول لا ده هو مش جوزي. قال له مش جوزك ازاي، انا متطلقه منه؟ لا هو عارف ان انا متجوزه. عارف ازاي ان انت متجوزه؟ الضابط خلاص داخ منهم. المهم لفوهم بالملايات ونزلوا بيهم وكل الناس شافت، وبعد الضغط عليهم اعترفوا بكل حاجة. الراجل اللي هو كان مع سعاد ده قال ان اللي عرفوا عليها جوز امها، وجوز امها هو اللي قايل له ان هو يعني ان هي سهلة وان هو لما بيعوزها بيلاقيها. فيعني قال بقى ايه، واحدة سهلة ويبقى معاها يعني وبيديها قرشين وكده ويمشي الدنيا. وقال ان هم قالوا ان هي متطلقة من جوزها، كان كل هدفه ان هو ينفي التهمة من عليه ومش مهم بقى هي رخيصة، الليلة تبقى عندها مش مشكلة. بدأوا يقولوا الإسلام يلا يا عم إسلام تعالى امضي على واقعة الزنا. سعاد بقى قاعدة تعيط وسامحني ومش هعمل كده تاني، كل ده الإسلام يعني. وبعدين بقى قاعدة تعيط وتبكي بدل الدموع دم، سامحني يا إسلام مش هعمل كده تاني يا إسلام. الضابط قال له يا عم اسلام انت ايه هتسامحها بعد كل ده ولا هتيجي تعمل لسه اسلام جاي ينطق ويقول له اصل يا باشا قال له عليا الحرام بص هحلف بايمانات المسلمين هحبسك انت وهي. طبعا بقى صاحبه معاه وكده قال له بقول لك ايه، انت دخلتنا كلنا في الموضوع، خليك بقى راجل مره واحده واعمل المحاضر. قال له لا خلاص هعمل المحاضر ماشي. قال له بس الحاجة الوحيدة اللي أنا عايزها في الموضوع ده، أنا عايز بنتي، أنا بنتي ما تترباش في المستنقع ده. كمان قبضوا على أمها وجوز أمها. وطبعا القضية اتحالت للمحكمة، والمحكمة حكمت على كل واحد فيهم ب7 سنين سجن. قولوا لي رأيكم في التعليقات، ورأيكم في إسلام، ورأيكم في الست اللي اسمها سعاد وفي والدتها وفي الجراءة والبجاحة اللي ملهاش حل دي. قولوا لي آرائكم في التعليقات، وبنختم كلامنا بدعائنا.